هل بتحس إنك دايما بتتعلق بسرعة؟ بتتعلق بأي حد حتى لو بيديك شوية اهتمام أقل من العادي؟ بتخاف تسيب العلاقة حتى لو بتأذيك؟ بتتوتر لما الطرف التاني يبعد شوية أو يتأخر في الرد؟ عايزة أقولك إن ده مش حب، ده غالبا جرح الهجر اللي لسه مفتوح جواك من الطفولة. في الفيديو ده هنتعرف على إيه هو جرح الهجر وليه بيأثر علينا، وإزاي بيخليك تتعلق بأي حد يديك شوية اهتمام، وإيه هي علامات جرح الهجر في العلاقات، وخطوات أولى علشان تبدأ تتحرر وتسترد أمانك الداخلي. الوعي هو أول خطوة في الشفاء، وكل ما بدأت تفهم جرحك كل ما قدرت تحب نفسك وتحميها بوعي وبدون خوف. لو بتكرر نفس نمط التعلق وعايز تتحرر، ابدأ الرحلة معايا من هنا، وشوف الفيديو كامل، واعمل لايك واشتراك في القناة، واكتب لي في التعليقات لو لمسك الكلام أو عايز تشتغل على الجرح بشكل أعمق. أنا آلاء ماجد، معالجة نفسية متخصصة في تحرير المشاعر والصدمات. هكلمك النهاردة عن جرح الهجر، الجرح اللي بيخليك تتعلق بأي حد يديك شوية فتافيت واهتمام، وعلاقته بالتعلق. في ناس بتدخل في العلاقات وتحس إن حياتها كلها بقت في الشخص ده، حتى لو الشخص ده بيديها فتافيت من الاهتمام، ولو غاب بتحس انها بتتكسر او بتنهار، وبتتعلق بيه تعلق مش طبيعي، كأنها مش هتعرف تعيش من غيره. ده مش حب، ده بيكون وراه جرح أعمق اسمه جرح الهجر. جرح الهجر هو إحساس داخلي بإنك هتتساب، إن مفيش حد هيفضل معاك ويكمل للآخر، وإنك لو اتعلقت بحد أكيد هيمشي. الجرح ده غالبا بيتكون في الطفولة، لما الطفل يتعرض لحالة فقد أو غياب مفاجئ، حد من الأهل ساب البيت، وفاة شخص مقرب، أو حتى أم مشغولة دايما ومش بتطمن ابنها. الشخص اللي عنده جرح الهجر هيكبر يتصرف ازاي؟ هيتعلق بسرعة بأي حد بيديه اهتمام ولو بسيط جدا، بيخاف جدا من الانفصال حتى لو العلاقات مؤذية، بيبقى حساس جدا لأي علامة تجاهل، لو الشخص التاني تأخر في الرد، لو وشه اتغير، نبرة صوته اتغيرت، حساس جدا لأي علامة من علامات الرفض. ممكن يرضى بأي حاجة علشان ما يتسبش، وأوقات حتى لو العلاقة مؤذية مش بيعرف يمشي منها، لأن الفقدان بيخوفه أكتر من ألم العلاقة. الشخص اللي عنده جرح الهجر بيدور على أي حد يطمنه، فبيمسك في الناس علشان يتونس بيهم، وعلشان ما يحسش إنه لوحده، وبيفتكر إن العلاقة هتملاله الفراغ ده. بس المشكلة إن التعلق مش بيعالج الجرح، هو بس بيخدر الإحساس مؤقتا، وبيخليك تحس إنه أخيرا بقالك حد. بس مع الأسف أنت بتنجذب لناس بتعيد نفس سيناريو الطفولة، بتنجذب لأشخاص وعلاقات تخليك ترجع تحس تاني نفس الأحاسيس اللي عشتها في الطفولة، من هجر وإحساس إنك برضو ملكش حد. خطوات وبداية التحرر: أول خطوة إنك ترجع تبص جواك، تبص لورا، تبص لأول موقف حسيت فيه إنك اتسبت. امتى حسيت إنك لوحدك وإن الكل تخلى عنك؟ ايه الموقف اللي خلاك تصدق ان الناس هتسيبك دايما؟ غالبا هتفتكر موقف حصلك في الطفولة. اسأل نفسك: ايه الاحساس اللي انا حسيته ساعتها؟ حس الاحساس، وبعدين اسأل نفسك: ايه الفكرة اللي اتكونت لما حسيت انا الاحساس ده؟ وامشي كده فكرة شعور فكرة شعور لغاية ما تفرغ كل الأفكار والمشاعر اللي مرتبطة بالموقف، لغاية ما يظهر لك 3 أفكار أو 3 مشاعر إيجابية. بعد ما تفرغ كله، اسأل نفسك: هل انت بتدور على حب ولا على أمان مفقود جواك؟ اسأل نفسك: هل أنا بستمد إحساسي بالأمان من الآخرين ولا من جوايا؟ الخطوة اللي بعد كده هتجيب ورقة وتقسمها نصين، نص يمين ونص شمال. في الجزء الشمال أو اليسار هتكتب فيه حالتك القديمة من مشاعرك، أحاسيسك، ونمطك القديم في العلاقات، وإزاي الموضوع ده بيأثر عليك في حياتك. وفي الجزء اليمين هتكتب الوعي الجديد، كأنك بتعيد برمجة نفسك من أول وجديد. افتكر دايما إن في 3 خطوات للتحرر والتشافي. أول خطوة الوعي بالمشكلة وإنك تنوي إنك تتشافى. تاني خطوة إنك تفرغ كل أفكار ومشاعر الماضي. وتالت خطوة إنك تعيد برمجة نفسك بالوعي
الجديد من أول وجديد. تقدر تعمل ال3 خطوات دول على أي مشكلة انت عايز تغيرها. جرح الهجر جرح عميق بس قابل للشفاء، ومع كل خطوة وعي انت بتسترد الأمان اللي كان ناقصك، وبتعرف تحب بوعي من غير خوف من غير تعلق. لو حسيت انك محتاج تمسك بداية الخيط انا هنا اساعدك. تابعني علشان توصلك فيديوهات جديدة وتمارين جديدة تساعدك في رحلتك للشفاء. ولو حابب تسرع عملية الشفاء وتشتغل على جرحك بشكل أعمق تقدر تحجز جلسة هساعدك فيها بشكل عميق للتخلص من مشاكلك. أنا آلاء ماجد، أخصائية نفسية متخصصة في تحرير المشاعر والصدمات. بتمنى لك السلام والشفاء والمحبة لأنك تستاهل. سلام.